للرأي العام مرة أخرى النساء ضحايا مجزرة داعش، ما أشبه اليوم بالأمس. فها هو المشهد الدموي الذي حصل في الشنقال في شهر آب عام 2014 يتكرر اليوم في السويداء. داعش هذه المرة تقتل الدروز بعد قتل نحو 5000 أزيديا في الشنقال، وبعد مرور 4 أعوام على مجزرة الشنقال مرتزقة داعش يعيدون الكرة هذه المرة على الدروز، بينما يزال المصير نحو 3000 أزيديا مجهولا بعدما باع المرتزقة الآلاف الأخريات في الأسواق الرقة والموصل ودير الزور. وتزيد داعش صفحتها السوداء سوادا عندما قتلت نحو 250 مدنيا في السويداء، بينما تقمع 14 امرأة بينهن قاصرات في الأسر لدى المرتزقة. إننا باسم مجلس المرأة في الطبقة وريفها، وباسم اتحاد المرأة الشابة في الطبقة، وكما استنكارا بمجزرة بحق اليزيديين، فإننا نستنكر قتل الدروز واختطاف النساء. ونؤكد مرة أخرى للرأي العام أن نضالنا لتحرير المرأة سيتواصل ولن يهدأ لنا بال حتى جميع النساء المختطفات يتحررن لدى داعش من يد داعش. ونقول لأهالي السويداء: نحن معكم ضد كل أشكال الإرهاب. تسقط داعش ودواعمها الإقليميون والدوليون. يحيى نضال المرأة ضد العقلية الذكورية والأنظمة الفاشية.